صفا، جدد حياتك. راح أنقط وأبهد لقدام كل الناس، وقد أعذر من أنذر. وأنا قلت هالبارحة وأرسلت تعميم لكل الأدمنية، أي شخص راح يجيب سيرة قناة صفا راح أطرده. احنا ما نقعد نروج نصير كالحمار يحمل أسفاره، نقعد نروج لقنوات ما تسوى فلس، أو والله يجي واحد يقول لي سيد انقل من قناة صفا. احنا مو هذا المستوى السفيه ننزل، هذا مو عملنا. أنا ما أجي أستفز الموالين وأنقل كلام تافه على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، هذا ليس أسلوبنا، هذا عمل سفيه وإحنا ما ننزل إلى هذه المستويات. فرجاء من الإخوان أي شخص يتكلم على قناة صفا أو خليه يروح إلى المزابل اللي تشتغل هذه الشغلات، أما إحنا ما نتدخل في هذه التفاهات. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. الهادي علي عزيزي موجود؟ والله عزيزي إمامي الله وكيلك، يعني أنا شفت غباء في حياتي على أساس أنا أروج لقناة من هذا النوع. ولمين؟ ما مستوانا أن نجي آخر حياتنا والله نقعد نصير مروجين إلى قنوات السفهاء. لذلك أنا أشدد على الأخوة أي شخص يطرح موضوع صفا غير صفا ينقط وعلى مسؤوليتي الخاصة. وإذا أنا كنت موجود وأسمع واحد يتكلم راح أسحب منه المايك وراح يسمع مني كلام ما راح يسوء. مين الأدمن اللي كان عم يدير حوار؟ صفا، جدد حياتك.